10/10. واللي خد باله من الخطأ ده وبعتهولنا قلم الفراق. شوفوا المشهد ده كده وحاولوا تعرفوا ايه الخطأ اللي فيه، عشان انا نسيت الخطأ اللي كان فيه. علاء علاء جيت لنا منين؟ تلاقوني بقى يا نادر. حاضر تعالى بقى منصور يا ابني ان شاء الله. Pursuit of Happiness. واللي خد باله من الخطأ ده وبعتهولنا منعم. ويل سميث وهو بيجري في الشارع بيلبس خبطة من عربية، بيلاقي نفسه فوقيها وبعد كده بيتدحرج وبيقع على الأرض. بس في اللقطة كلها بيبان إن اللي بيعمل المشهد ده مش ويل سميث، وبيبان إن هو مجرد دوبلير أسمر حتى مش شبه ويل سميث. عزبة الصفيح، المشهد اللي بتجري فيه نادية الجندي من سعيد صالح في أول الفيلم. بتبان إيد واحد من اللي واقفين ورا الكاميرا بتشاور لنادية الجندي كذا مرة. كمان ونادية الجندي بتجري في الشارع في اللقطة دي بنلاقي إن في حد بينط من فوق الكاميرا وبيجري في الشارع. الأول بنفتكر إن هو سعيد صالح لأن هو باين أوي إن اللي بينط راجل، بس بنكتشف إن هما بيقصدوا إن دي نادية الجندي. واللي خد باله من الخطأ ده وبعتهولنا مارو شو. فيس اوف. لما الضابط بيطلع من العملية وبيكتشف إن هو اتحط له الوش بتاع المجرم وبيشوف شكل المجرم في المراية، بيتعصب وبيقعد يكسر فيها. بس من كتر انفعاله وضربه على المراية بشكل غير مدروس بيتسبب في إن المراية تتحرك ويبان فيها الكاميرا بوضوح. العار. واللي خد باله من الخطأ ده وبعتهولنا حازم حسن. لما نورا والممثلة اللي عاملة الخدامة بيخلصوا الكلام في المشهد ده بيبان من تحت على اليمين إن زي ما يكون في واحد بيسحب كابل، بس لما بنركز كويس في اللقطة دي بنكتشف إن ده كان البوم مايك، وإن هو سحبه بسرعة أول ما خلصوا كلام عشان يطلع يجري ويروح يسبقهم هناك عند نور الشريف عشان يسجل الصوت. الأهطل. واللي خد باله من الخطأ ده وبعتهولنا السلطان سلطان. سمير غانم بيقعد في الحجز 15 يوم لحد ما بيتأكدوا إن هو بريء وبيطلعوه، لكن لما بيطلع من الحجز بعد ال15 يوم دول بنلاقي إن دقنه محلوقة زي ما هي. الطاغية. بيفقد توازنه وبيقع من فوق السطوح. بتيجي اللقطة اللي بيبان إن هو بيقع فيها. ما ظهرش الدوبلير صحيح، وكمان عملوا حركة ذكية إن هم صوروا اللقطة من بره السور عشان يداروا المرتبة اللي هيقع عليها الدوبلير. حل ذكي، لكن المشكلة في المونتاج إنهم ركبوا صوت الوقوع بدري قبل ما تيجي الحتة اللي هيقع فيها على الأرض. ظبطوها على الحتة اللي واقع فيها فعلا. فيلم ثقافي. واللي خد باله من الخطأ ده وبعتهولنا ناصر رمضان. طول المشهد ده بيبان خيال البوم مايك على الحيطة على اليمين. بطرس قال لنا انا مفيش حد في الشقه. تكونش دي مرات ابوه التانية؟ وهو ابوه يقدر على دي؟ الله، طب ما احنا لازم نتاكد. غرام انتقام بالسطور. في اللقطة دي بيبقى السرير لازق في الحيطة عادي، لكن في اللقطة اللي بعدها بنلاقي السرير بعد عن الحيطة علشان تعرف تطلع من وراه، وبيبان هنا حتى الخيال بتاع السرير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان، ولو دي أول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.